سؤال بيفضل يلف في دماغ كل مسوق عقاري، كل شركة تسويق عقاري، كل شركة تطوير عقاري. أنا باصرف فلوس كتير على الإعلانات، باجيب ناس تدخل الموقع، بس ليه ما فيش تفاعل؟ ليه ما فيش بيع؟ ليه ما فيش استفسارات؟ وكأنك ماشي في ضلمة. يعني العميل دخل، طب وبعدين؟ عمل إيه؟ راح فين؟ إيه اللي عجبه؟ إيه اللي طفشه؟ لو الأسئلة دي بتجيلك مش لاقي ليها أي إجابات، هعرفك بفضل الله في المحاضرة دي ازاي تحول كل زيارة لفرصة بيع. ركز معايا بقى، الخريطة بقى اللي قدام منك دي خلاصة اللي لازم تعرفه عن عميلك لما يزور صفحة مشروع معين في مكان معين. خلينا بقى نمشي خطوة بخطوة عشان تعرف ازاي تحول كل زيارات الموقع لفرص بيع حقيقية. أول حاجة بقى عندك تتبع زيارات الصفحات الهامة. يعني إيه؟ أول حاجة لازم تعرفها هو زار أنهي صفحة مشروع بالظبط في أي منطقة، هو اهتماماته إيه، هو عايز يشتري فين، هل دخل على صفحة مشروع في 6 أكتوبر؟ طب زار مشاريع 6 أكتوبر أكتر من مرة؟ طيب دخل على صفحة اتصل بنا؟ دي أول علامة وأول حاجة لازم تاخدها، أو أول انطباع لازم تاخده عن الزائر اللي داخل موقعك العقاري. زار أنهي صفحة. تاني حاجة بقى هي تتبع نقرات أزرار الاتصال. كم واحد داس على زرار اتصل بنا؟ كم واحد داس على زرار تواصل معنا؟ كم واحد داس على زرار أيقونة الواتساب؟ دي مش مجرد ضغط الزرار، عشان بس تبقى عارف دي نية صريحة للتواصل. تعرفك كم واحد ضغط على الزرار بتاع الواتساب عشان يتواصل مع فريق المبيعات، واللي هيقع من العدد ده هنقدر نستهدفه بحملة إعلانية. يجي بعد كده تتبع نقرات أزرار الاتصال. مين بقى اللي أخد خطوة زيادة بعد ما تصفح المشروعات اللي موجودة على الموقع بتاعك وملأ الفورم عشان يسأل عن تفاصيل أو يطلب معاينة؟ ده عميل بنقول عليه هوت ليد، أو عميل محتمل بنسبة كبيرة جدا. اشترى أهلا وسهلا، ما اشتراش أهو عندنا 200 300 500 واحد خلال الشهر شهرين ثلاثة اللي فاتوا ضغطوا على تتبع إرسال نماذج الاتصال. ينفع اعمل لهم حملة لوحدهم، ما ادورش بقى على جمهور جديد. يجي عندنا بعد كده تتبع تنزيلات البروشور. كم واحد نزل بروشور المشروع بتاعك؟ اللي بيعمل كده ده بياخد المشروع معاه عشان يدرسه براحته، ده مهتم جدا ومحتاج حد يساعده ياخد قرار. ايه بقى تتبع عمق التمرير. هل العميل بتاعك بيفتح صفحة المشروع ويخرج على طول، ولا بيعمل سكرول لتحت يفضل ينزل بنسبة 30% 60% 90%، يقرأ آخر سطر أنت كاتبه تحت؟ لازم تعرف العميل اللي دخل صفحة المشروع قعد قد إيه وعمل سكرول لغاية فين، شاف السعر وخرج، ولا قرأ لغاية التفاصيل تحت. دي مهمة جدا. تتبع مشاهدات الفيديو. لو عندك فيديو للمشروع أو جولة افتراضية لازم تعرف مين شافه وشافه لحد فين. أنت متخيل؟ الفيديو دي أداة إقناع ووسيلة تعرف بيها اللي قدامك مهتم ولا مش مهتم. تتبع نقرات البحث داخل الموقع، وهي دي اللي بيشتغل بيها أكبر المواقع العقارية عندنا في مصر هنا دون ذكر أسماء. العميل بقى كتب إيه في مربع البحث؟ كتب إيه جوه الموقع؟ بيدور على شقة 3 غرف ولا فيلا، ولا فيلا بحمام سباحة وجاردن، ولا الكلام بقى اللي بيكتبه ده كنز داتا بتقول لك هو عايز ايه بالظبط، وينفع تعيد استهدافه بالحاجة اللي كان بيدور عليها. أخيرا بقى، كل الناس اللي عملت الأحداث السبعة اللي فاتوا دول على صفحات المشروعات العقارية هم دول أهم ناس عندك ينفع تدفع فيهم فلوس وتعمل لهم ريتارجتنج. دول اللي لازم إعلاناتك تفضل تظهر ليهم تاني وتالت ورابع عشان تفكرهم بيك، عشان دول بيدوروا على حاجة معينة انت بس اللي عارفها. شفتوا بقى الخريطة اللي فوق دي؟ كل ده ممكن نعمله بسهولة، بدقة، بإتقان، باستخدام أداة جوجل تاج مانجر، الأداة المجانية من جوجل. تحول الموقع بتاعك من مجرد واجهة وعرض لحد قاعد جوه الموقع بيفهم مين فين عايز ايه، بيفهم عميلك عايز ايه بالظبط، فتقدر تعمل له الإعلان اللي هو عايزه وبيدور عليه. لو عايز تعرف أكتر عن خطة تسويق عقاري متكاملة اشترك في القناة، تابع كورس الاس اي او للشركات العقارية، تابع كورس الايميل ماركتنج للشركات العقارية، وان شاء الله في كورسات تانية جديدة هتنقلك نقلة تانية خالص في عالم التسويق العقاري الرقمي.